ابرز حاجه حصلت في دور الثمانيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال الانديه مع جيمي. اول ماتش كان ما بين فلومينينزي والهلال اللي خلص 2-1 لفلومينينزي. الغريبه في الماتش الهيركليز لاعب فلومينينزي سجل الهدف التالي وكان نزل بديل في الشوط الثاني مكان مارتينيلي. الاغرب بقى اللي في ماتش انتر ميلان حصل نفس الكلام. هيركليز نزل الشوط الثاني مكان مارتينيلي وسجل الهدف الثاني. الماتش الثاني كان ما بين تشيلسي وبالميراس اللي خلص 2-1. لاعب بالميراس استيفاو وسجل الجون بتاع بالميراس. اللاعب ده منتقل حديثا لنادي تشيلسي. ده كان تاني أصغر لاعب بيسجل هدف في البطولة بعمر 18 سنة و71 يوم. الماتش التالت كان ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الماتش اللي خلص 2-0 باريس سان جيرمان. الهدف التاني حكيمي يا جماعة، وباريس بيلعب بتسع لعيبة رقص ثلاث لعيبة من بايرن وعطاها لديمبلي. أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن عربي في التاريخ. الماتش الرابع كان ما بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند وخلص 3-2 لريال مدريد. مفاجأة البطولة بالنسبة لي جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد اللي عنده 21 سنة، لسه متصاعد في البطولة دي ومسجل 4 تجوان لغاية دلوقتي في البطولة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.